الموبايل ده يا سيدي واحد من اجمد موبايلات فئه ال 14000 جنيه للاسباب اللي هقول لك عليها. ريدمي نوت 14 برو عندك تصميم في منتهى الشياكه هيخطفك، وبالذات لما تعرف ان الفريم كمان جاي من الالومنيوم. اما الكاميرات دي بقى فحكايتها حكايه. 200 ميجا بكسل هتديك شويه صور حلوه بكواليتي جباره، وهتنعيش لك السوشيال ميديا مع دعمها كل مميزات الذكاء الاصطناعي واهمهم الاي اي اريزر برو. وحتى السيلفي كمان جامده، 32 ميجا بكسل بتطلع شويه صور ممتازه وهتحب تتصور بيها. تعال على الشاشه العملاقه اللي بتيجي بحجم 6.67 من 100 بوصه من نوع اموليد 120 هرتز معدل تحديث. الشاشه منحنيه وسطوع ممتاز بيوصل لحد 1800 شمعه تحت اشعه الشمس المباشره، مع طبقه حمايه جوريلا فيكتس 2 عشان الوقعات اللي زي دي ما تاثرش فيه. وطبعا الشاشه جودتها الرهيبه مش هتكمل من غير سماعات ستيريو مدعومه بالدولبي اتموس. بطاريه عملاقه 5500 ملي امبير عشان تكفيه. تدعم الشحن السريع بقدره 45 واط، والشحن السريع موجود في العلبه. اداء ريدمي نوت 14 برو كفاءه، وده لانه جايب معالج من ميديا تك هاليو جي 100 الترا، وجايب النسختين 256 جيجا مع 8 رام بتزيد ل 16، او 512 جيجا ذاكره تخزين مع 12 جيجا رام بتزيد ل 24. وكمان بيدعم بالكامل مميزات الذكاء الاصطناعي عن طريق جيميناي. اكتر حاجه حبيتها في الريدمي نوت 14 برو انه مليان اوبشنات. اي ار بلاستر تلاقي اللي بيخليك تستخدم الموبايل كريموت كنترول، ان اف سي عشان الدفع اللاتلاموسي، ومنفذ 3.5 ملم عشان لو بتحب تستخدم السماعه السلك. وبكل المواصفات دي اكيد مش هبخل على الريدمي نوت 14 برو بلقب ملك القيمه مقابل السعر.